وجميع المسافرين عبر مطار رفيق الحريري في بيروت بعد أن تحولت صالاته إلى مجالس عزاء وطقوس دينية من دون أي اعتراض أو حتى انتقاد من قبل القائمين على المطار. مجلس لطميات حسينية، مكبرات صوت وشعائر دينية. قد يبدو هذا أمرا مألوفا، إلا أن الفرق هنا هو في المكان الذي تقام فيه هذه الشعائر، فهو ليس إلا بوابة العالم إلى لبنان، مطار رفيق الحريري في بيروت. استعراض قوة ونفوذ أم مجرد طقوس دينية يؤديها عدد من اللبنانيين قبل صعودهم إلى الطائرة التي ستقلهم إلى النجف في العراق في ذكرى 400 الحسين؟ الأمر بدا خارجا عن المألوف، لا سيما للعديد من المسافرين الأجانب، والانقسام في الشارع اللبناني كان واضحا إزاء هذه الممارسات التي قد تكون حقا يكفله القانون لجميع الطوائف حين تمارس في الأماكن المخصصة لها. فبين معارض يرى أن ما جرى هو استباحة للمطار ولمكان عام، ومن اعتبره أمرا عاديا لا غبار عليه نظرا لعدد المشاركين الكبير والذين استبقوا وصولهم إلى كربلاء بتأدية بعض طقوس الإحماء. إلا أن الأمر بلغ مبلغا أكبر من ذلك، فقد عرضت الشاشات المنتشرة في الردهات مقاطع دينية، وبدا الأمر كما لو أن النجف انتقل إلى مطار رفيق الحريري. وبعد أن انتشرت مقاطع مجالس العزاء في المطار كالنار في الهشيم، برزت تساؤلات عدة من قبل المواطن اللبناني عن هذه التجاوزات داخل مؤسسات الدولة وعن جهاز أمن المطار وعناصر القوى الأمنية المكلفة بحمايته. ليأتي الرد الرسمي من رئيس المطار فادي الحسن عبر صحيفة النهار، معتبرا أن تلك الطقوس جرت في الممر الذي سيصعد منه الزوار إلى الطائرة من دون أن يؤثر على أحد، رغم أن مقاطع الفيديو تظهر عكس ذلك، ونافيا أن يكون ما جرى يعكس هيمنة حزب الله على المطار، بل مطالبا باحترام ما اعتبره الروحانية العالية التي شهدها مجلس العزاء. وإلى العراق، حيث سيطر الجيش العراقي